فقاس ناجح 100%. دخلي شوفي هذا الفيديو، فيه جميع الاسرار باش يبقى يجيك الفقاس مقاد وما يجيكش مشقق من الفوق وناجح. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. تبعوا معايا الطريقه والمقادير. خديت هنا 7 ديال البيضات، عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده ورشه ديال الملح اللي ضروريه في الفقاس باش كيجينا بنين. ضفت عليهم هنا 2 كيسان ديال السكر سنيده العبار بالكاس العنبه، ونص كاس ديال حبه حلاوه والنافع مهرمشين شويه. خديت 2 شاصيات ديال الفاني و2 ديال الزا زهره البرتقال، وهنا ضفت 2 كيسان ديال الزيت نفس العبار ديال السنيده. صافي وغادي نطحن كلشي هكا في الهاشوار حتى كيولي عندي الخليط بيض. والطحانه راه ماشي ضروري، يمكن لكم تعجنوا غير في القصريه راه غيجي مزيان. صافي كنطحن مزيان حتى كتذوب عندي السنيده. ومن بعد كنفرغوا الخليط كله في واحد الزلافه كبيره او في القصريه باش غنبدا نضيف ليه الدقيق الفورس. هنا خديت كاس ديال الجنجلان اللي حمرته غير شويه، وهنا عندي 2 كيسان ديال اللوز كنرطبوهم تقريبا واحد الساعه في الماء ولا ما زهر. غادي نضيف هنا 3 ديال الخمارات، وبالنسبه للوز رانا قطعته طريفات، بغيتو تخليوه صين كتخليوه صين. وهنا بالنسبه للدقيق البنات راه خدا ليا كيلو و4 ديال الدقيق، وكيختلف الدقيق على حسب يعني قياس الدقيق على حسب الحجم ديال البيض، يقدر يكون البيض كبير او صغير. المهم هاد المقادير كتعطي كميه كثيره تبارك الله ديال الفقاس، واهم حاجه انه ما يعذبكمش وكيجي ناجح. وفي هذا الفيديو البنات راه كاينه حتى الطريقه ديال الطياب باش ما يطرطقش لكم في الفران. غير تبعوا المراحل ان شاء الله غادي ينجح معكم، وما تنساونيش البنات من اللايكات والبارطاج. صافي غادي نجمع الخليط على هذا الشكل. بالنسبه للعجينه البنات ما تكونش جاريه وما تكونش يعني قاصحه. انا عطيتكم القياس ديال الدقيق، ولكن نتوما غتحكموا فيه على حسب النوعيه ديال البيض، واش كبير ولا صغير. هنا من بعد ما جمعت الفقاس شوفوا معايا ما كيكونش كيلصق العجينه ما وما كتكونش كيكونش كتلصق قاصح. وما كتكونش قاصحه. وغادي ندوز دابا غادي نقطع العجينه. بالنسبه للعبار انا درتها من بعد هنا على 6 كناخذ ديال العجين البيضات. وكنقسمها. الا بغيتوا البنات الفقاس يجيكم كيجي كبير الفقاس زوين راه وكيجي هادوك مقادين، كيجي لو كبير وما بودا كيجي صغير. كديروهم يعني قلال، تقدروا ديروا غير 6، تقدروا ديروا غير 5 صافي باش يجيكم غنقطع على هذا فقاس كبير. انا الشكل. قسمته هنا على 6 باش يجيني الفقاس متوسط وكيجي الحجم ديالو زوين ومقاد. هنا غادي ناخذ انا بيضه خديت وضفت ليها بيضه شاصي واحد ديال وضفت ليها هنا الكاكاو شاصي ديال وواحد شويه ديال الكاكاو الملحه وواحد شويه وشويه ديال ديال القهوه القهوه سريعه سريعه الذوبان. الذوبان. بالنسبه لهاد علاش الكاكاو ضفت الكاكاو كنضيفوه باش البنات؟ كيجي باش لنا كيعطيني داك داك اللون من الفقاس فيه دوك الفوق. الخطوط من ملي كندير الفوق، ليه الخطوط يعني بالفورشيط كيجيو واضحين. يعني دوك الا ما الخطوط بغيتوش كيبقاو ديروا واضحين الكاكاو باينين. كتخليوها راه ولا ما البيض بغيتوش ديروه راه ممكن والقهوه تستغناو عليه. سريعه الذوبان، صافي كدهنوا بها من الفوق. هنا ضروري البنات كتخليو صافي انا الفقاس حربيته كيرتاح على هذا شويه من الشكل. بعد ما كتخلطوه، كتخليو العجينه حتى كترتاح شويه، يعني ماشي مباشره كنديروها هكا حرابل، كنخليوها واحد شويه حتى كترتاح، ومن بعد كندوزو نديروها هكا على هذا الشكل. ومن بعد ما كملتو كتستفوا في اللاطه وكتبعدوا على بعضياتهم. وغادي نطرب هذيك. هنا غادي نطرب هذيك البيضه مع الكاكاو ومع شويه الملحه والقهوه سريعه الذوبان، وكندهنوا الفقاس ديالنا على هذا الشكل. وبالنسبه للفران البنات راه مخصوش يكون سخون نهائيا. انا في هذا الوقيته كنقادو، ولكن الفران راه باقا ما شعلتوش حتى نكمل كل شيء. عاد نحط اللاطه في الفران ونشعل عليها، حيت الا كان الفران سخون راه كيطرطق الفقاس وكيجي مشقق، وملي كتبداو تقطعوه كيتفرتك ليك. في هذه المرحله انا كملت دابا التزيين ديال الفقاس، وغادي نحطو ان شاء الله في الفران. شوفوا معايا هنا الفران انا شعلت وعافيه متوسطه،
وحطيت الفقاس، ولكن ما سديتش عليه الباب نهائيا، كيخلي الباب هذاك على هذا الشكل باش ما كيطرطقش الفقاس، ما كيتشقق، ما حتى شي حاجه. شوفوا معايا، انا قطعت وحيده هنا باش نوريها لكم. يعني كيبقى الفقاس مجموع من الفوق ودائري صافي. وكتسناو عليه حتى كيبرد. من الاحسن البنات تخليوه يبرد مزيان مزيان. الا عندكم الوقت تقدروا تخليوه حتى ليله كامله باش ما يضيعش لكم في التقطاع. شوفوا معايا كيجي يعني مقاد، ما كيضيع ما حتى شي حاجه، ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه، كيجي زوين وناجح. بالنسبه لواحد الاخت كتبت لي في التعليق قالت لي راه كيعواج الفقاس، كيعواج. مني تقطعوها البنات، اما تستفوه مباشره فوق اللاطه، ولا كتحطوه هكا على هذا الشكل كيبقى مستف ومجموع. الا حطيتوه مفرق راه كيعواج، كيبرد وكيعواج. وهنا بعد ما قطعته استفتو في اللاطه، ما وريتكمش هذاك المقطع، وكندخلو نحمرو على عافيه مهيله باش كيدخل لي الطياب حتى من الداخل. يعني الفقاس ما تجهدوش عليه العافيه، قد ما تحمر حتى من الداخل كيعطي واحد البنه وواحد المذاق زوين، وكيبقى مقرمش مده طويله. وهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، وباقي عندي مازال في التبصيل. كيعطي كميه كثيره وكيجي تبارك الله زوين وناجح ومحمر، وكيجي كله لون واحد. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش البنات البارطاج ولايك الفيديو. شكرا.